اللي قدامكم ده هو محمد رشاد حسن، موظف أمن في مستشفى ديروت بأسيوط. محمد متجوز وعايش في قرية بالقرب من أهله وأهل مراته، هو ومراته وأبنائه الأربعة اللي قدامك دول. اتنين بنات، واحدة منهم من ذوي الاحتياجات الخاصة واتنين ولاد. وللأسف كان عنده مشاكل أسرية طول الوقت مع مراته، بالذات في آخر سنتين، واللي كانت بتغضب وتروح تقعد عند أختها في البيت المواجه لبيته على طول. من أسبوع كده احتد الخلاف بينهم وضربها بشكل مبرح أدى لتورم في عينيها، ولما راحت للمستشفى اتضح وجود نزيف، فعملت تقرير طبي وكانت ناوية تشتكي، لكن معارفه في المستشفى اللي هو شغال فيها وقرايبهم قعدوا يقولوا لها بلاش تبلغي وانتوا أهل وشيطان دخل بينكم والكلام الخايب ده، بس للأسف يا ريتها بلغت. يوم الأحد اللي فات الساعة 10:30 بالليل محمد خد العيال الأربعة بالليل وتشيك ولبسهم ونزل ماشي. قرايبه واخواته واخوات مراته بيتهم في نفس الشارع، استغربوا هو ليه نازل كده، فبيسألوه انت رايح فين؟ قال لهم واخد العيال ونازل القاهرة. والأطفال قالوا لخالتهم بابا واخدنا القاهرة يفسحنا ويركبنا المراجيح. قالوا له طب سيب الطفلة الصغيرة مكة دي عندها 3 سنين، انت مش هتعرف تغير لها لوحدك، وخصوصا ان التانية كمان من ذوي الاحتياجات الخاصة وعايزة كل الاهتمام. قال لهم لا انا هعرف اخد بالي منها. طيب سيب حتى الكبيرة عشان هتدوخك، قال لهم برضو لا. افتكروا انه زعلان ان مراته غضبت وورى لهم تذكرتين قطر عشان يثبت لهم ان هو مسافر. ما كانش يعرف لسه باللي حصل لها ولا انها كانت عايزة تشتكيه اصلا. أخته نفسها قالت إنها شافته وهو رايح داخل محطة القطر، استغربوا بس قالوا يعمل اللي يريحه. تاني يوم الصبح بنت عمه تقريبا شافت محمد راجع، بس الغريب إنه راجع لوحده من غير الأطفال، ما جاش في دماغهم غير إنه أكيد ما راحش القاهرة زي ما بيقولوا، ولأن الوقت ده ما يسمحش إنه يروح يرجع بالسرعة دي. فقالوا ده أكيد وداهم عند أمه ويرجع ورجع لغاية ما مراته ترجع. يعدي كام يوم ولاقوا الشرطة جاية بتسأل عن محمد هو فين، فافتكروا ان مراته اشتكت فعلا والمحضر اتعمل، بس هي اكدت ان هي ما عملتش ومحمد مش موجود في شقته. الشرطة كانت جاية عشان لقوا الطفلة الكبيرة من ذوي الاحتياجات طافية في ترعة الإبراهيمية عند صمنلوط في المنيا، لكن طبعا ما كانش موجود زي ما وضحت. وعرفوا انه ما كانش موجود ليه لما بعدها بكام ساعة احد الاشخاص بلغ بوجود جسم تاني طافي لشخص بالغ ولكن في منطقة ابعد، والمفاجأة انها كانت لمحمد نفسه ابو الولاد. فين الأطفال الثلاثة الباقيين وإيه اللي حصل؟ هقول لك يا سيدي. من كام ساعة وجدوا الطفلة الرضيعة بنفس الوضع في ترعة الإبراهيمية طافية برضه، فالشرطة قالت إنه أكيد الولدين ياسين ومروان، واحد 5 سنين والتاني 10 سنين، تعرضوا لنفس النهاية موجودين في المية. فنزلت قوات الإنقاذ النهري والبحث الجنائي يمشطوا المنطقة. للأسف محدش فاهم هو إيه اللي حصل وهو خدهم وعمل كده ليه. هل ده انتحار يعني ولا في جريمة فيها طرف خارجي؟ ولو عمل كده عمل ليه أصلا؟ ولو في حد يعني عمل فيهم كده برضو عمل ليه؟ التحقيقات لسه شغالة، بس الجرايد بيقولوا ان محمد للأسف كان بيتعاطى شابه في الفترة الأخيرة. لكن ما زلنا في انتظار تحقيقات النيابة عشان تكشف سر اللي حصل، لأنه كان بيتكلم وهو واعي قبل ما يمشي، وفي نفس الوقت متعود على الخلافات دي، فمش مبرر انه يعمل كده. انتوا شايفين ايه؟ تفتكروا ايه حصل بمعنى أصح؟ ربنا يرحمه ويرحم الأطفال اللي ملهمش ذنب دول، ويصبر الأم على النكبة اللي هي فيها.